السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير، تحياتي لكم جميعا. نبدأ حكايتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. قصة النهاردة عن واحدة بتقول: أنا بحب جوزي جدا وهو كمان بيحبني، بس احنا الاتنين دلوقتي بقالنا 13 سنة متجوزين، مش طايقين بعض نهائيا. هحكي لكم اتعرفت عليه ازاي. أنا اتعرفت عليه في الجامعة في أواخر سنة أولى، كان هو لسه مخلص سنة رابعة، وابتدينا نحب بعض. سنة تانية كنا جهزنا نفسنا يعني لمرحلة الجواز في أواخر سنة تانية. كنت خلصت سنة تانية من هنا، امتحنت يعني، والنتيجة طلعت واتجوزت على طول. كان وقتها هو بقى خلص كليته واشتغل في شركة مع باباه وعنده شقته وكل حاجة. فاحنا وبنجهز الشقة حصلت ما بيننا تجاوزات احنا الاتنين. اتجوزنا وجهزنا كل حاجة وكنا مبسوطين. على فكرة كان أول واحد يدخل حياتي، فكنت بحبه ومش بحبه، كنت بعشقه، بس العشق ده تحول فجأة لكره. أنا بقالي 13 سنة متجوزة، عندي منه ولدين، بس مش عارفة أتصرف إزاي. أنا دلوقتي حامل وعايزة أنزل العيل التالت، لأني خلاص بقيت كارهة حياتي معاه. من أول يوم دخلة بالظبط تاني يوم رحت المستشفى، حصل لي وجع جامد جدا وتعبت جدا، مبقتش عارفه المغص ده جاي لي منين. انا قلت دور برد. كان ايام ما انا بفرش كنت ممكن ادخل ارجع، كنت حاسه بدوخه، كنت بقول عشان مش باكل وقت ان انا بنزل اشتري حاجتي وكده، كنت بقول ضعف، شويه برد، الكلام من ده. عمري ما جه في دماغي خالص ان انا حامل. بمجرد رحت كشفت تاني يوم الجواز لقيت نفسي ان انا حامل. بقينا احنا الاتنين مصدومين، وحامل في الشهر الرابع، يعني ما ينفعش ينزل في اواخره، كمان ما ينفعش ينزل. بمجرد ايام وداخله في الشهر الخامس اتصدمت، وهو كمان اتصدم. هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ مش باين عليا بطن ولا اي حاجه، اي تفاصيل تدل على الحمل. من ساعه بقى ما عرفت ان انا حامل كل اعراض الحمل ظهرت عليا. كره الحمل، مش عايزه اكمله، بس ما ينفعش انزله، في غلط على حياتي، وكمان خلاص البيبي ابتدى يتكون، ما ينفعش ان هو ينزل. قررنا ان احنا هندي العيل لواحد صاحبه، مراته ما بتخلفش، هو اكبر منه سنا، بس علاقتهم ببعض حلوة قوي واصحاب مرتبطين ببعض جدا. انا مش حاسة بالطفل اللي دمر حياتي، مش عايزاه، عايزة انزله باي طريقة، بس طبعا الدكتور مرضاش وما نفعش. فقررنا ان احنا هنديه لصاحبه، وفعلا اتفقنا مع صاحبه وان صاحبه هياخده ويسافر بيه ويعيش معاه بره، وخلاص على كده. سافرت انا وماما واختي، قعدنا في البلد اللي كنا عايشين فيها الاول قبل ما نيجي القاهره، عشان فتره الحمل وكده ما يبانش عليا والناس هتقول عليا ايه. بمجرد ما ولدت قلت لهم لا، انا ابني مش هيبعد بعيد عني، انا مش هضحي بيه. خلاص انا متجوزه وده جوزي، محدش عايز مني حاجه. وهو قال خلاص خليه، طالما هي متمسكه بيه. اهله طبعا عرفوا والدنيا كلها عرفت. الناس لما ابتدت تعرف، امي قالت خلاص طب نقول ان هو كان متجوز قبل كده وده ابنه، او قلت لها ماما ده عيل صغير، ابنه ايه اللي لسه متجوز قبل كده وجاب العيل؟ الناس طبعا مش هتدخل عليها الكذبه دي، مش هينفع. خلاص انا عايزه العيل، ربيه انت، انا مش هربيه، ربيه انت واختي. هم اختي جوزها متوفي وعايشه مع ماما، فقالت خلاص انا هاخده واربيه مع الولاد وهيبقى ابنك قدام عينك. قلت لها تمام، خدي ربيه. قررت بقى من وقتها ان انا فوق لنفسي، ان انا فوق لجوزي. ما حسناش ولا استمتعنا بجوازنا، فقلنا خلاص هنبتدي حياة جديدة ونفتح صفحة جديدة انا وجوزي. بس حياتنا اتدمرت من اول الصفحة الجديدة. طلعنا عملنا شهر عسل، رجعنا من شهر العسل كني واحد تاني متبدل. لو ماشية في الشارع معاه واحد بصلي، او والله ما بكون بصل لحد، يبقى فيه ما بيني وما بينه حاجة. انت بتبصي له ليه؟ هو عاجبك فيه ايه؟ كلام من ده كتير. لو بتاع النور بتاع الغاز، هو انت واقفه بتتكلمي معاهم، ما تفتحيش ابدا، والبواب يفضل يخبط. يبقى انا لو فتحت يبقى الدنيا خلاص عليها السلامه وتتقلب، ولازم يبقى تحصل مشكله كبيره. وكل يوم والتاني الناس سامعه بينا، وكل يوم والتاني كرشني الفجر، كل يوم والتاني غضبان وسايباله البيت. الناس كلها عارفه قصه حياتنا كلها، وان احنا علاقتنا ببعض فاشله. قلت خلاص مفيش، طالما هو بيغير عليا. انا كنت مفكره ان هو بيغير عليا، اتضح لا، ان هو بيشك فيا. اصحى من النوم الاقي ادور اقلب الشقه كلها على الموبايل بتاعي، ما الاقيش الموبايل، يشككني في نفسي. طب انا الموبايل راح فين؟ اقول رميته تحت السرير، تحت مش عارفه ايه، وافضل اقلب الشقه.
بمجرد ما يجي الاقي الموبايل طلع، انت واخد الموبايل ليه؟ انا حر. هو انت بتكلمي مين؟ هو انت محتاجه الموبايل في ايه؟ ونعمل مشكله كبيره. كل يوم والتاني عامل لي مشكله في الموبايل عشان ما اعرفش اكلم اهلي، ولو سابه في البيت يبقى واخد الخط معاه، وانا ما يجيش في دماغي ان هو خلع الخط اساسا بالتليفون. لو اهلي اتصلوا بيا وهو موجود لازم اقعد اكلم اختي قدامه، اكلم امي قدامه. مفيش حاجه اسمها خصوصيه. هتكلميهم جوه ليه؟ يمكن انت بتتصلي بحد تاني. مشاكل بدات من هنا. قلت خلاص مش عايزه ولا موبايلات ولا اي حاجه. قررت ان انا احمل تاني واجيب عيل، قلت يمكن يملى علينا حياتنا، وفعلا جبت ولد تاني وعشنا مع بعض. بس المشاكل هي لو نزلت السوق، نزلت جبت حاجة من تحت، يبقى الدنيا خربت. يبقى أنا ليه علاقة بتاع الخضار، يبقى أي واحد أشوفه أنا ليه علاقة معاه. أو المكواجي لو جاب المكوى ووقف الراجل قال كلمة ولا حاجة، ده شاب صغير يعني من دور أخويا الصغير، عيل، يبقى أنا برضو عاملة علاقة مع المكواجي. حياتنا اتدمرت. بمجرد البواب كمان ما يطلع يلم الزبالة، مش عايزه ياخد الزبالة وهو مش موجود. ما تفتحيش الباب لأي حد ايا يكن. لو الدنيا بتولع بره ما تفتحيش الباب. حياتي اتدمرت. بقالي 13 سنة متجوزة. انا دلوقتي حامل في العيل التاني بس لسه في البداية. هو ما يعرفش انا عايزة انزل العيل ومش عايزة فيه اي صلة بيني وما بينه. انا فعلا كرهت حياتي. فكرت في الانتحار مرة بقى. ربنا سترها معايا والحياة مشت، وقلت خلاص هستحمل. بس انا هفضل مستحملة لغاية امتى؟ انا فعلا متضايقة منه. الناس بتقولي بكرة يتغير، بكرة ما يكبر الحياة ما بينكم هتتغير. بس انا بقالي دلوقتي 13 سنة او 12 سنة متجوزة، والحياة هي منعني من كل ملذات الدنيا وكل حياة الدنيا. لدرجة ان هو نقبني وانا متنقبة غصب عني. مش مقتنعة بالنقاب، لابساه غصب عني عشانه هو. انا مش لابساه عشان خاطر فرض عليا ولا اي حاجة، لا انا لابساه عشان جوزي اللي غصب عليا. انا كرهت حياتي، كرهه نفسي، رغم ان انا مش حلوه الحلاوه اللي هي واو. انا بني ادم عاديه جدا، بس غلطه اللي عملتها معاه قبل الجواز بدفع ثمنها بقالي 13 سنه. زهقت من المشاكل. بمجرد اسبوع واحد لازم اكون غضبانه عند امي. والحمل التالت ده حصل غصب عني وعايزه انزله من غير ما حد يعرف. هل انا اللي هعمله ده صح ولا غلط؟ انا عايزه انفصل عنه. بس الناس بتقولي خلاص انت بقالك 13 سنه تأقلمي نفسك وكملي حياتك على كده. حاولي بقى تقتنعي بقى ان هو ده جوزك ودي حياتك وهو اللي اتأقلم على كده. بكره هيتغير وانا مش حاسه ان بكره ده هيجي. اكمل معاه ولا انفصل عنه؟ انزل العيل ولا ما انزلهوش؟ تنزلي العيل دي حاجه انا ما اقدرش اقول لك تغضبي ربنا عشان تنزلي العيل عشان انت ترتاحي. هما كلمتين مالهمش تالت. جوزك الناس بتقولك بكره يتغير، لا جوزك مش هيتغير. الشك داخل ما بينكم، وكل واحد هتتعاملي معاه هيبقى هيحصل ما بينك وما بينه علاقه. ده انت مجرد البواب منعك ان انت تكلميه او تاخدي منه الزباله، شاكك فيكي. حتى مع المكواجي العيل الصغير، لا حياتكم هتفضل طول عمرها في الشك. عارفه ليه؟ عشان انت اللي وصلتيه لكده، عشان انت اللي سلمتي له نفسك قبل الجواز. ليه حق ان هو يفضل يشكك فيكي. انت اللي اديتي له الفرصه دي. انتوا الاثنين اللي غلطتوا. انتوا الاثنين ما خفتوش من ربنا. ما عملتوش حساب لاهلكم ولا ربنا ولا اي حاجه من دي. جايه دلوقتي لازم تدفعي الثمن اللي انت عملتيه. ما تفكريش ان هو هيعدي بالساهل. البني ادم اللي يقرر ان هو يدي ضناه لاي واحد تاني او يرميه، انتوا كنتوا معتبرينه ان انتوا بترموه ميت بالنسبه لكم. حتى العيل ده مش معترف بيكم، معترف بامك وخالته ان هم اللي اهله. مش حاسس بحضنك وحنانك لانك رميتيه. الام اللي ترمي ضناها اساسا من البدايه او تفكر هي وباباه ان هم يضحوا بيه ويدوه لواحد صاحبهم، ما تهيأليش ان هي دي يبقوا بني ادمين من الاساس. الناس اللي ما بتخافش من ربنا لازم يكون ده ضربتها. انت بقى حاسه ان انت مش هتقدري تكملي وبقالك 13 سنه مستحمله الوجع ده ودلوقتي حامل في الثالث، انا ما اقدرش اقول لك نزلي العيل. انت ادرى بظروفك وتقدري تروحي تسالي في دار الافتاء وتتصرفي ازاي في الموضوع ده. ان هو بقى هيغفر لك او حياته ان هو هيتصلح، عمره ما هيرجع الثقه تاني ما بينكم. هيفضل طول عمره شاكك فيكي لان انت غلطتي معاه قبل الجواز. فالغلطه دي او النقطه دي هتفضل طول عمرها نقطه سودة في حياتك، وان هو انت لازم تدفعي ضريبه اللي انت عملتيه. مش قادره تستحملي ولا قادره تكملي، تقدري تنفصلي عنه في هدوء وتربي عيالك. كمان ده ما خلاكيش اخدتي شهادتك، يعني انت دلوقتي مش متعلمه بالشهاده الثانويه العامه. شوفي لك بقى اي شغلانه واقعدي مع اولادك الاثنين ربيهم. لو عايزه تنفصلي عنه هتقدري بقى تستحملي اللي هو بيعمله فيك وهتكملي ضريبه ان انت عملتيه.
دي حياتك وانت حرة، انت اللي تقدري تكملي. لكن انا ولا اقدر اقول لك نزلي العيل او ما تنزلهوش. هو هيتغير؟ لا مش هيتغير خلاص. 13 سنة هيتغير ايه؟ هيفضل شاكك فيكي طول عمره. عايزة تكملي معاه على كده كملي، مش عايزة يبقى انفصلي عنه وخدي ولادك ربيهم واشتغلي عليهم وخلاص على كده. ده رأيي انا. شوفي رأي الناس في الكومنتات هتقولك ايه. دي قصتنا وحكايتنا النهاردة. لايك وشير للفيديو واحلى تعليق على القصة من عندكم. السلام عليكم.